السلام عليكم. خلاص بعد الفيديو ده هتنسي اي مشاكل تانية هتقابلك في البسبوسة. هخليكي تعمليها بسر صنعة الحلوانية، بل واطعم كمان، ومن غير لا لبن ولا رايب ولا زبادي ولا بيكنج باودر ولا حتى عسل كلوكوز. هنحل كل المشاكل بتاعتها انها بتنشف وبتفرول وكل الكلام ده. والاهم من كله ده انها في 10 دقايق هتكون جاهزة بإذن الله. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التريكات. أول حاجة هبتدي معاكم هنا بطبعا عجينة البسبوسة نفسها. أول حاجة نوع السميد عليه عامل أساسي يكون نوع السميد وسط، لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي، يعني متوسط. ضفت قدامكم اهو 3 كوبايات من السميد، يعني ما يعادل 500 جرام من السميد. عليهم كوباية سكر حبيبات وربع كوباية تاني، يعني كوباية وربع من السكر. المفروض كوباية ونص، بس أنا بحب دايما أقلل السكريات في أي حاجة بعملها، صحيا أفضل واقتصاديا كمان وطعما كمان. ورشة من الملح. قلبي كل المكونات الجافة دي مع بعضها. الطريقة دي بتدمج كل حاجة مع بعض وبتخليها يعني متجانسة بعد كده، وتشرب أي سوائل هنحطها. معايا هنا كوباية سمنة، أنا ضفت منها كوباية إلا ربع، وشلت الربع على جنب بس اللقطة ما جاتش. امسكي بقى قلبي السميد وغلفيه بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا، بالمعلقة أو بين راحة إيدك تبسيها. ما هي اسمها بسبوسة ازاي؟ الخطوة دي بتخلي البسبوسة طالعة مرملة. هنعمل اختبار دلوقتي وهنشوف جودة السميد بتاعنا. تمسكيه بين ايدك كده تفرديها تاني. لو لقيتي علامات ايدك متكتلة وجمعت السميد في ايدك، تعرفي ان السميد ده نوعه ممتاز وهيقبل منك السوائل كلها. ضفت عليها كوباية من المية. لاحظي ان المقادير كلها انا عاملاها بمج معياري واحد. قلبي بقى بالمية بعد ما نزلت بالمعلقة، او لو هتستخدمي ايدك بيدوبك كده تجميعة بسيطة للخلطة. بلاش تقلبي، وهو ده سر نشفان البسبوسة، ممنوع التقليب فيها كتير. هتجيبي صينية مدهونة سمنة، من السمن اللي انا كنت الربع كوباية اللي انا شلتها، حطيت معلقتين في القعر، وسويها بقى كده بالمعلقة. والوش هسويه برضو بكمالة المعلقتين التانيين. يبقى هي اول عن اخر خدت معايا كوبايه من السمنه. تمام يا جماعه. السمنه هنا سمنه بدرجه حراره المطبخ، وانا سيحتها كده بسيط يعني. هنعم السطح بتاعها، وبعد كده همسكها هخبطها خبطتين كده على الرخامة علشان خاطر الوش بتاعها ينعم وما يبقاش فيه يعني يبقى أملس كده تماما. شايفين؟ اركني البسبوسة بتاعتك بقى على جنب لمدة ربع ساعة أو نص ساعة. الخطوة دي بتخلي البسبوسة تشرب من السمن وبتخليها طالعة القطعة بقطعتها. همسك أنا دلوقتي وهقطعها بالسكينة، هعمل لها تحديدة كده براحتك انت على حسب الحاجة اللي انت تحبيها. الكمية اللي انا حطيتها دي المفروض تتحط في صينية مقاس 30، لكن للأسف انا ما عنديش غير 28، واللي اكبر منها 32. ومعايا هنا بقى في المربعات اللي انا قطعتها اي نوع مكسرات خلقه ربنا عندك حباه ومتاح ليكي، اتفضلي حطيه بألف هنا وشفا. انا حطيتها ومسخنه الفرن على درجه حراره 200. البسبوسه درجه الحراره بتاعتها تكون 200. لو دخلت في اقل من كده بتنشف يا جماعه، بتقعد بالظبط يعني 35 دقيقه، تحمر من الاجناب. تبتدي بقى تفتحي عليها الشوايه اخر 5 دقايق. تمام كده. انا خلاص بقى بعد ما قعدت وريحتها دخلت الفرن. تعالوا بقى نحضر السيرب بتاعها او الشربات. معايا كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين وعليهم كوباية تالتة بس واخدة منها، يعني سايبة ربعها كده. يبقى اذا هنا حطيت 3 كوبايات الا ربع من المية. هو المفروض السكر ضعف مية، لكن انا علشان مش هستخدم
عسل جلوكوز او عسل نحل، فانا عايزة الشربات بتاعي يكون قوامه يعني اتقل حاجة بسيطة من القوام المعتاد لسيرب البسبوسة يا جماعة. هضيف عليها نص عصير ليمونة. في ناس ما بتحطش عصير الليمونة وده غلط، لازم يتحط، لان البسبوسة اوريدي فيها سكر، والسكر اللي فيها ده اللي واحنا مدخلينها الفرن مع المواد الجافة هيسكرها وهيخليها تقفش منك. خرجت بعد ال35 دقيقة، السيرب سخن مولع، وانا للامانه ضفت معلقه من السمن البلدي والسيرب على النار. السيرب خد بالظبط يعني 10 دقايق على النار وكان جاهز معايا. هو سخن وهي سخنة هنزل على البسبوسة بالشربات بتاعي. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، عمالة تشرب الشربات. يعني كل ما تديها كل ما تشرب. وما تنسوش ان احنا كنا مطمنين من الاول انها تشرب معايا السوائل علشان خاطر التركة بتاع اختبار السمين. غطيها بقى بغطا واركنيها على جنب لحد ما تبرد. ممنوع تقطيع البسبوسة إلا لما تبرد تماما. بردت خلاص، أنا يا دوبك هعمل تحديدة على الخطوط اللي أنا كنت عاملاها قبل ما تدخل الفرن. اللون المتحني قدامكم ده زي الحلوانية، إن سره معلقة السمنة اللي أنا دهنت بيها، وسلام كمان لو كانت زبدة تاخدي لون اقوى كمان. شايفين طلعتها بالمقطع ازاي دايبه ومرمله. انجح بسبوسه هتجربيها في حياتك، وطبعا تعيش فتره طويله ممكن بره التلاجة، لان سر الحلوانيه فيها هو عدم اضافه اللبن. ما تضيفيش بيكنج باودر في البسبوسه، بيخليها تفرول منك ويبقى فيها فراغات مش حاجه واحده كده وعامله في بعضها. يعني تركات كلها تنجح الوصفه معاكي. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وأشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم.